بص يا سيدي، في حكاية كده بتتسرب من ورا الكواليس وبتدي ريحة إن في حاجة كبيرة بتتحضر. حكاية بطلها محمد الشيبي ظهير بيراميدز، واللي فجأة بقى اسمه على طاولة مفاوضات الأهلي. الناس بدأت تسأل، هو الأهلي فعلا عايز يجيب الشيبي ولا دي مجرد شائعة جديدة في موسم الانتقالات؟ اللاعب المغربي الهادي اللي بيلعب بكامل طاقته من أول دقيقة لآخر ماتش، لاعب رايق ما بيكلمش كتير، بس رجله بتتكلم في الملعب. وفي صمت كده الأهلي بدأ يفكر. ناس من النادي بدأوا يرموا السلام هنا وهناك ويشوفوا ليه بيراميدز ممكن يفرط. اللاعب نفسه عايز ولا الموضوع مقفول؟ الشيبي من ناحيته ساكت، لا نفى ولا أكد، بس الناس اللي قريبين منه بيقولوا إنه بيحب اللاعب في أجواء جماهيرية، وإنه مش ضد خطوة زي الأهلي، خصوصا لو جات بعرض محترم. وطموح جديد طبعا إدارة بيراميدز بدأت تقلق. الإدارة مش عاجبها الكلام ده، قالك إحنا مش هنفرط في نجم زي ده بسهولة، بس الميركاتو نار وكل حاجة جايزة. وفي وسط الكلام ده كله جمهور الأهلي مولع. إحنا محتاجين ظهير، هاني بيتأرجح وكريم راجع من إصابة، عايزين حد جاهز يدخل يلعب فورا. يعني بصراحة لو الصفقة حصلت هتبقى صفقة الموسم، مش بس عشان الشيبي لعيب، لا، دي كمان ضربة معنوية من الأهلي البيراميدز. والسؤال اللي باقي بقى، هل الشيبي هيرتدي القميص الأحمر ولا الصفقة هتبوظ في اللحظة الأخيرة؟ خلينا نشوف، ولسه الحكاية فيها كواليس كتير. في لعيبة بتتحط في مواقف غريبة وممكن يوم واحد يغير كل حاجة في مستقبلهم. تعالوا احكي لكم حكاية وسام أبو علي، اللي كان خلاص هيشد الرحال لأمريكا، بس رجع في آخر لحظة واتفاجئ بحاجة ما كانتش في الحسبان. وسام لعيب مش غريب على جمهور الأهلي، قدم لمحات حلوة، عنده شراسة على الجول وبيحب يضغط. فلما ظهر عرض من فريق كولومبوس كرو الأمريكي، الموضوع كان بالنسبة له فرصة جديدة وبداية مختلفة. الدوري الأمريكي بيكبر وفيه لعيبة تقيلة ومستوى كويس. وسام قال ليه لأ، أروح ألعب أثبت نفسي وأرجع أقوى، أو حتى أكمل هناك. وبدأ الأهلي يجهز الأمور. اللاعب ما كانش هيتقيد في القائمة الجديدة، والنية كانت واضحة، إعارة أو رحيل نهائي. بس الدنيا ما تمشيش دايما زي ما احنا مخططين. الصفقة وقفت، مشاكل في قيد اللاعب بالدوري الأمريكي. فجأة الأهلي لقى نفسه قدام لاعب المفروض كان ماشي بس لسه موجود، والموسم الجديد بيبدأ والقيد شغال. وهنا حصلت المفاجأة. الناس اتفاجئت، هو مش كان هيمشي زي اتقيد؟ بس الحقيقة إن دي مش أول مرة تحصل. الكورة ساعات بتلعب لعبتها، واللي كان بره الحسابات فجأة يرجع للواجهة. وسام دلوقتي هيفضل بالتيشيرت الأحمر ومستني فرصته، ومفيش مستحيل إنه يرجع يكسر الدنيا تاني. اللي حصل مع وسام أبو علي درس لأي لعيب، ما تستعجلش، باب الفرصة ممكن يتقفل ويتفتح في نفس اليوم. وجمهور الأهلي أكيد هيكون متابع ومستني، يا ترى وسام هيستغل الفرصة ولا هيفضل بعيد عن الصورة؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات، وهل شايفين إن الأهلي كان عنده حق يقيده ولا كان الأفضل يسيبه يمشي؟ كل موسم بيراميدز بيفاجئنا بصفقة تقيلة، والسنة دي ممكن تكون المفاجأة اسمها أحمد عبد القادر الولد، اللي خرج من الأهلي وسط جدل ممكن نشوفه بالتيشيرت السماوي قريب. تعالوا نحكي القصة من أولها ونفكر مع بعض، هل الصفقة دي ممكن تحصل؟ أحمد عبد القادر مش لاعب عادي، موهبة من قطاع ناشئين الأهلي، سافر أوروبا، رجع سموحة ومنه تاني للأهلي. مهاري تقيل، بيعدي ويشوت، بس دايما عليه كلام، أناني، ما بيطورش، مزاجي، بس موهوبه في الأهلي. فرصته كانت طالعة ونازلة، ساعات نجم الشوط وساعات بره القايمة، لحد ما أخيرا الرحيل بقى أمر واقع. بيراميدز طول الوقت بيبص حوالين، عايز نجوم محليين جاهزين، عندهم خبرة دوري وكواليتي عالي. وفجأة اسم أحمد عبد القادر بيتردد. بيراميدز بيجهز عرض ولا هو ترشيح وكلاء؟ الناس بدأت تسأل، هل بيراميدز فعلا محتاج لعيب زيه في وجود فخر الدين بن يوسف، رمضان صبحي ووليد الكرتي؟ بس الصراحة طريقة لعب عبد القادر مختلفة، وبيفك التكتلات بشكل مش عند أي حد. من ناحية بيراميدز عندهم طموح دوري الأبطال، محتاجين دكة تقيلة وتنوع هجومي. ومن ناحية عبد القادر نادي كبير، مرتبات محترمة، مشاركة أساسية، وضغط جماهيري أقل من الأهلي، يعني بيئة ممكن يلمع فيها من تاني. بس السؤال، هل بيراميدز مستعد يتحمل فكرة مزاجية عبد القادر ولا عندهم نظام صارم يكسر الكلام ده؟ لسه مفيش تأكيد رسمي، لكن المفاوضات واردة والنية ممكن تكون موجودة.
هل تتوقعوا نشوف عبد القادر بقميص بيراميدز؟ وهل شايفينها صفقة صح ولا مجرد كلام؟ موسم وفترة انتقالات والسلام كان على بعد خطوة من الدوري التركي، وكل الناس قالت كوكا خلاص ماشي، لكن فجأة الصفقة وقفت واللاعب راجع يكمل في الأهلي. ليه؟ وإزاي؟ وهل فعلا هيجدد؟ تعالوا نحكي الحكاية من أولها. أحمد نبيل كوكا لعيب الأهلي اللي بدأ يثبت نفسه في وسط الملعب، أداء ثابت، مجهود كبير، وذكاء في التحرك. لكن اللحظة اللي لفتت أنظار الكل كانت في كأس العالم للأندية 2025. كوكا طلع من إطار الواعد وبقى عنصر أساسي، وبعد البطولة بدأت العروض تتكلم، وأكتر اسم اتكرر قاسم باشا التركي على لسان وكيله عمر ناجي. الصفقة كانت ماشية كويس جدا، كان في شبه اتفاق على طريقة دفع الفلوس، وكل حاجة كانت رايحة في اتجاه الإتمام. بس فجأة قاسم باشا رجع وقال مش هنقدر ندفع مرة واحدة، عايزين نقسط الصفقة على سنتين. الأهلي رفض وقال الدفع لازم يتم خلال السنة دي، مش هنقسط. وفجأة الملف اتقفل تماما. بعد ما الصفقة وقفت كوكا فضل في الأهلي، لكن في نقطة مهمة جدا، دي آخر سنة في عقده. الوكيل قال إحنا شبه متفقين على مبدأ التجديد، وخلال 48 ساعة هنقعد مع إدارة الأهلي عشان نحسم الملف. يعني في نية للتجديد من الطرفين، والنادي حابب يكمل معاه بعد تطوره الواضح. السؤال هنا، هل الأهلي محتاج يجدد فعلا لكوكا، ولا كان الأفضل يسيبه يخرج على سبيل البيع ويستفيد ماديا فيه؟ جمهور شايف إنه لسه صغير وبيتطور، وفيه اللي بيقول إنه لسه ما وصلش لمستوى الأهلي الحقيقي. لكن الواضح حاليا إن استمراره هو السيناريو الأقرب. كوكا كان قريب جدا من خطوة احتراف في أوروبا، لكن اختلاف بسيط في التفاصيل المالية وقف الصفقة، ودلوقتي عنده فرصة جديدة يثبت نفسه فيها، ويمكن يكون التجديد هو الخطوة اللي يرجع تركيزه ويخلي مستقبله أفضل. لو عايز تتابع كل الكواليس وتوصلك الأخبار أول بأول، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وفعل الجرس علشان ما تفوتش ولا صفقة ولا إشاعة.